حبيبي، هو فين صاحب الشقة؟ مش مشكله صاحب الشقه، اهم حاجه لما يجي ما يحسش ان احنا مش صنايعيه. وانت عارف بقى الصنايعيه زي ما اتعلمنا بيعملوا ايه؟ أول حاجة هنقول له إن إحنا مش عاجبنا أي حاجة في البيت. حلو. والدهانات دي بايظة، الصنايعية اللي عملوها لك ما بيفهموش، وإحنا كمان ما بنفهمش زيهم. وايه كمان؟ وهنقول له إن لو الحيطة دي حتى مطلية بمية الدهب هنقول له إيه القرف ده؟ إحنا نعملها لك إحنا أحسن. وايه كمان؟ ولو الحاجة اتأخرت بينا هنقول له إن النهاردة الحد وأجازة. حلو قوي. عشان نقعد فيها. وكل يوم حد. صح. يعني كل يوم يقول لنا قولوا النهارده الحد وما نشتغلش. صح. دي اهم حاجه. وايه تاني بقى اهم حاجه في الصنايعي؟ الشاي وفطار وشاي وسجارة وشاي وغدا وشاي ونريح في شاي، وبعدين نقف في البلكونة نشرب شاي وبعديها شاي. ده على اساس ان احنا بنشطب شقه حماده هلال. منورين يا اسطى. حبيبي يا باشا، ده نورك، الله يخليك. كنت بس عايز اسألك سؤال بسيط كده. اتفضل. مين الحمار اللي قال لك ان اللون ده حلو؟ خطيبتي. إيه؟ انا اسف، انا فاكر صنايعي زينا. يا راجل ما تتأسفش، هي كده كده ذوقها وحش. امال انا جايبكوا ليه؟ عايزين بقى نختار الوان من الحلوه بقى. المهم جبتوا عده الشغل؟ الكاتل اهو. لا انا قصدي عده النقاشه. لا يا باشا، ما هو النهارده الحد وهم قافلين. حضرتك تجيب العده اللي على مزاجك عشان احنا بنجيب حاجات غاليه جدا، ولا ايه؟ طبعا يا باشا. هي الحيطه دي بتاعت مين؟ حتك. حلو، يبقى انت عايز ايه؟ شغل مظبوط. احنا بقى عايزين نعمل لك احلى حاجه، فاحنا بقى يا باشا بنجيب مثلا عدتنا بقى من حتت معينه. يعني سكينه المعجون دي يا باشا من هولندا، حضرتك عايزها من مصر. حتك انت بقى الادرى، وانت بقى حر بقى. هتروح تجيبها من رواعي انت بقى، دي بتاعتك. والايطالي مش وحش برضه. ماشي، انا هروح اجيب لكم العده واجي، وانتوا اضرب شغلكم. وما دام ان احنا اضرب شغلنا، بتسالنا ليه من الاول؟ معلش انا اسف يعني، بس المهم انتوا بقى هتعملوا ايه على بال ما نيجي؟ هنشرب شاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. دلوقتي يا طنط الوضع ده لا يسر العدو ولا حبيب. الشقه حضرتك بتروح مني والتاخير من عندكم انتوا. حط نفسك مطرح. اعمل ايه؟ يا حبيبي شقة ايه بس اللي هتروح منك بعد الشر؟ الشقه حضرتك اللي انا مأجرها بقالي 7 سنين. صاحب البيت عايز ياخدها مني واديها للزفت ابنه عشان يتجوز فيها. ابنه مين؟ سمير مكرونه؟ ايوه يا ست سمير مكرونه. تعرف سمير مكرونه منين؟ كنا بنلعب مع بعض كوره. لما نتكلم بالليل بيفكريني نتكلم في موضوع سمير مكرونه ده، عشان انا بغير وبنسى يا طنط في نفس الوقت. سمير مكرونه اللي بتقول عليه ده يا طنط انا مقدم له في كي 1 وهو قد كده. الله، حد يجوز ابنه وهو لسه في المدرسة؟ ده غريبة قوي، مستعجل كده ليه؟ ما يستنى حتى اجازة نص السنة او في الفسحه. بقول لحضرتك ده اتخرج من المدرسه والجامعه وتعين وخطب وهيتجوز، وانا قاعد جنبكم يا طنط قلتها. ما تقولش على نفسك كده يا حبيبي، ده انت سيد رجاله. ما انا بقول كده برضه. ما هي الحاجه الوحيده اللي مصبراني على عيلتكم هو عشق ليكي. سوري يا طنط. امال انا اقول ايه بس؟ ولان الحلال اجمل سانتظر. بس انا بقى يا حبيبتي مش هنتظر. طنط استاذنك، ممكن تعملي لنا كوبايتين شاي؟ لا، لحد هنا وانتظروا انتوا الاتنين لحد ما يجي دياب ويجوزكم بسرعة. لازم يشوف حل في موضوعكم ده. بتشوفيه يا طنط؟ شوفيه يا طنط. شوفوا البيت. عرفنا ناس ولا فيها سيرة الجدعنة. عملنا. هو فين الشغل يا اسطى؟ ما هو يا بيه قدامك تحفه فنيه اهي. تحفه فنيه ايه وانت بتعمل الموناليزا؟ انا فرح الاسبوع الجاي. فين الفرح؟ انت مالك انت؟ فين الفرح؟ ايه الشغل المقرف اللي انتوا عاملينه ده؟ يا باشا انت عايز ايه بالظبط؟ احنا مش عايزين نتلصقك، عايزين نديك حاجه 100 100. احنا مش هي صناعيه حضرتك. في ايه؟ هي يا وليد، ايه الاخبار؟ ايه ده؟ ايه ده يا وليد؟ فرح دلوقتي يا ولول. شغالين يا حبيبتي. تمام. شغالين ايه؟ مش دي الالوان اللي انا اخترتها خالص. ما احنا كنا مستنيينك بقى يا حبيبتي عشان تيجي تختاري الالوان الجديده اللي انت عايزاها. بص يا حبيبتي. حبيبتي؟ ايه ده؟ ما اسمهاش حبيبتي؟ انا اسف، انا فكرت اسمها كده. بص يا هانم، احنا هنعمل لك كل الالوان اللي نفسك فيها يا قمر. هو الكلام على ايه بالظبط يا باشا؟ نعم. الكلام ده على ايه بالظبط؟ يا لا اتقل بقى، اتقل. ايه يا دياب؟ طب ظبطني مع بعضينا يا لا هظبطك. مش شايفني بقى، خالص ما ليه يا تقفش في دياب؟ الحوار كده. يا تقلى بس، دياب. تقلى. شوف شغلك انت يا اسطى.
بصي يا اتفضلي اسطى، حبيبتي. انا عايزه الحيطه دي لونها لون قلب الموز. قلب الموز من عينيا قلب الوسطى. وايه قلب الموز ده يابا؟ ايه؟ ايه قلب الموز ده بيتعمل ازاي؟ اللون قلب الموز اللي هو اللون وده نعمله ازاي ده يابا؟ هنعمله في الخلاط يا زميلي. طب اظبطني، انا سيرتي ما جاتش في حاجه. اتقل بقى اتقل. ايه يا دياب؟ اتقل عشان وليد. اتقل. هو وليد هيعديك ويركز معايا انا اللي ورا. انت في وشه، هياخد باله من مين؟ سيبني بس. يا اسطى بص، نعم يا عيون قلب الوسطى. طب انا عايزه دي بينك. دي بينك؟ ودي عايزاها ايه بقى؟ لا بص، خلي دي راسبيري. بس مش هتليق على البيت. انا مش واخد راحتي خالص في الشغل حضرتك، والله العظيم انا ما بحبش الزبون يقف على دماغي وانا شغال. فانا يعني انا مستاء جدا منك بصراحه. مش عارفين ناخد. معلش بس يا استاذه بعد اذنك، ممكن تقولي الالوان عشان بنكتب. بص انا عايزه الحيطه دي بينك ودي والحيطه دي راسبيري. وراس امي لا نعمل لك راس بيري، ما حصلش قبل كده. بص السيراميك لسه مركبش. هو المبلط ما عداش عليكم وانتوا شغالين؟ لا يا وليد، مفيش مبلطين هنا، احنا مبلطين في الشقه دي. ايه ده شاطرين؟ شاطرين؟ اديني دقيقه بس اهو بتستوي، والله بتستوي. بقول لك ايه، مش المفروض بنجيب حبل كده ونقعد نعمله عشان نشوف الشرب؟ ها، اللي هو عشان نشوف الميه تنزل على البيبه على طول، لازم نزحلقها على طول. بص، اهم حاجه ان البلاط ده يلزق في الارض، ده اللي انا اعرفه. يا نهار اسود، احنا ما جبناش اسمنت اصلا، البلاطه هتلزق ازاي؟ هتلزق زي الاهرامات لزقوها باسمنت، لزقوها بضغط هواء. ايه ده؟ كنز. حط بقى حاجه الناس بقى. حاجة الناس فين؟ ده احنا في الارض، مدفون في الارض، تقول حاجة الناس ما تاخدش منها حاجة لو مش عاجباك، اخد لك الكنز كله لوحدي. وريني. مش هوريك حاجة، كنزي. وريني ياض بجد. ايه ده؟ ياض انت عارف ايه ده؟ مش عايز يفتح، اكيد في كلمة سر او تقول له حاجة يفتح، يطلع دخان ولا بتاع. اهو يا عم انت في الفراعنه. اهو يا عم. اهو الكنز اهو. ايه ده؟ في ورقه. مفيش كنز. احفر على بعد 5 خطوات من باب الشقة. شكلها تروق وتحلى. ده كنز بجد يا دي عمر. بينا على الشقه. ده انا هفرتك قدام باب الشقة. يلا انا هكسر الاسانسير. بينا. يلا بينا. واحنا يا ابني مش غلط نقعد نحفر في الشوارع كده في كل حته؟ انا دغدغ الدنيا كلها عشان الاقي الكنز يا عمر. والله الحكومه لو مشيت ورانا ولقت الحفر بالشكل ده ممكن يودونا في 60 داهيه. عبال ما الحكومه تعرف يكون احنا خدنا الكنز وفلقنا يا معلم. طب انت خايف ليه؟ وشك خايف. هلاقي الكنز يعني هلاقي الكنز. سحليه. فين يا يخرب بيتك؟ بضحك عليك ما تهرجش يا عم معايا. بهزر يا عم. انا بكره الهزار، انا ما بحبش السحالي. دي لسانها قد كده ممكن تتكلم عليا كلام وحش. يا عم تتكلم ايه بس، خلينا نكمل شغلنا. احفر يا ابني. في حاجه بص